طبعا ما في شك يعني هذه المكرمة موجودة من ضمن مكارم قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية. أعتقد عندما تطرأ الجنرال مظلوم عبدي إلى هذا الموضوع، طبعا أخذنا بحيز الاهتمام الإدارة شمال وشرق سوريا لموضوع النازحين وموضوع النازحين الآتين من إدلب عبر حدودنا، فتحت لهم بكل حفاوة وتكريم. طبعا أنشأنا مخيمات حاليا، أعتقد بداية الإنشاء في مدينة منبج، ونحاول الاحتواء الأكثر الموجود من الأشخاص المعينين ضمن المخيمات الثانية وأهلهم ضمن الإمكانياتنا البسيطة المتواضعة لشمال وشرق سوريا. نحاول نقدم لهم القدر المستطاع. طبعا الأعداد بتواجد يومي أو بالأحرى كل يوم في أشخاص جدد من الموضوع النازحين. طبعا هذه النازحين لهم ميزة خاصة في شمال وشرق سوريا من ضمن المكارم والمكرمة القوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ما في شك يعني ضمن إمكانياتنا وضمن التقديم من المأوى ومن التقديم البسيط المتواضع ضمن إمكانياتنا من عفش، من مأوى، من الأماكن الموجودة. هذه ضمن إمكانياتنا، وحاليا ماخذين حيز الاهتمام ومراقبين الوضع عن قرب، وخاصة للأشخاص الذين أتوا من مدينة إدلب. ما في شك يعني هذه أولا وأخيرا نقول أهل إدلب هم من أهلنا في شمال وشرق سوريا. وعندما تكرمت القوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نقول نحن أبناء هذا البلد نتمنى من أبناء إدلب وأبناء الذين هم تحت ضربات الإرهاب الدولي أو الأماكن الساخنة، نقولها دائما بكل شفافية وبكل نحن أبناءكم وأنتم أهلنا. نقول لكم عندما تأتون إلى بلدنا تأتون إلى أهلكم الثاني في شمال وشرق سوريا. ونحن بالأمس واليوم نتكلم نحن أبناء سوريا، ودائما نقف مع وقفة العز والكرامة مع أهلنا. ونتمنى من شعبنا الذين هم في شمال سوريا الاحتواء لذلك الأشخاص وذلك العائلات الذين آتين من الإرهابيين ومن المناطق الساخنة في إدلب والأماكن الثانية.